صباح الخير، صباح السعادة، جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. الفيديو ده مش هيبقى طويل زي بتاع امبارح، أنا آسفة جدا على فيديو امبارح كان طويل شوية، بس كان في حاجات كتير لازم نتكلم فيها. أنا بس عايزة أقول لجمهور النادي الأهلي لينا كلنا يعني اطمئنوا يا جماعة، النادي الأهلي مش ساكتين، عارفين كويس قوي ان احنا محتاجين تدعيمات. كولر اتكلم في الموضوع ده مع لجنة الكورة. ان شاء الله باذن الله في مهاجم افريقي قوي جدا ان شاء الله المرحلة الجاية في يناير. في كلام على حارس مرمى يكون بديل يعني مش بديل الشناوي، مش هيلعب مكان الشناوي، بس على الاقل يكون حارس مرمى مخضرم شويه. ربنا يسهل، ربنا يكرم ان شاء الله. كل حاجه خاصه باللاعبين اللي طالعين اعاره تقريبا تم حسم المساله. هو الحقيقه كولر مش مقتنع ببعض اللاعبين وهنضطر نطلعهم اعاره. يعني في ناس هتبقى 6 شهور وفي ناس سنه، على حسب هو عايز يشوف ناس وهم بره. موضوع كريم نيدفيد بعد ما اتفتح ان هو يرجع وكده، لا كريم نيدفيد ما بقاش من المحتمل عودته للنادي الاهلي الفتره دي. يعني كولر شايف ان اللي موجودين عنده يعني شبه كريم نيدفيد، فرفض. قفشه يا جماعه الراجل في حاله قناعه غير عاديه بقفشه، وهو عمل جلسه، يعني عقد جلسه مع قفشه، وقفشه وعده تماما انه هيبقى يعني قفشه بتاع القضيه، وان هو الفتره اللي فاتت كان بعيد شويه عن التركيز، وانه هيرجع لتركيزه تحديدا بعد ما الراجل لما حصل عقوبه يعني ماليه على قفشه هو اداله الثقه، فده فرق جدا مع قفشه. فان شاء الله باذن الله قفشه يا جماعه هيبقى حاجه تانية خالص. الشحات تقريبا كده انت عملت صفقه جديده بالشحات، بينزل يقلب الماتش. هو واخد ثقة من كولر كبيرة قوي وتدعيمات. في جلسة كانت مع كريم فؤاد لانه ابتعد تماما عن مستواه، وهو وعد برضو الجهاز الفني ان شاء الله هيرجع لمستواه. الخطيب في حالة انعقاد دائم تقريبا مع لجنة الكورة ومع الجهاز الفني، عشان يعني بنسبة كبيرة في بعض الصفقات بنفسه اللي هيتدخل فيها، لأنها محتاجة يعني إن الخطيب هو اللي يتدخل، يعني مش حد تاني. أمير توفيق بيشتغل شغل زي الفل يا جماعة. أنا شايفة ناس بتهاجموا، أنا مش فاهم أنتوا بتهاجموه ليه. أنا شايفة ناس عمالة تهاجموا امبارح على التواصل ومش عارف، أنا ما فهمتش طبعا أنتوا عايزين إيه. هو كل فترة كده في ناس كده بتطلع تولع الدنيا، وهم بيدعوا إنهم أهلاوية، على اللاعبين شوية، على مش عارفة ايه، على الشناوي شوية، على على امير يعني. مش مهم، معلش هنعتبر ان ده خوف من الاهلاوية من ضياع الدوري. موضوع ضياع الدوري ده راعب الجميع، راعب الجميع جوه النادي الاهلي. قصة ان احنا انا عارفة ان الدوري ضاع قبل كده كذا سنة ورا بعض، ممكن كانوا 5 تقريبا. لكن مع يعني بقالنا فترة الأجيال دي ما بتعملش الموضوع ده. فإن شاء الله بإذن الله ما تقلقوش يا جماعة إن الفترة الجاية في تدعيمات، في ولاد من طالعين يعني، كذا حد كده كذا لاعب من الناشئين عليهم العين، والولاد ما شاء الله عليهم بصراحة. لا بجد لعيبة كبيرة قوي، يعني تحسي لا هيبقى لهم دور إن شاء الله. اللعيبة كلها اتفقت ان هم لا خلاص بقى، يعني احنا مش عايزين نضيع اي نقطة. المهم بس ان الحمد لله ان كولر فهم طبعا التحكيم ماشي ازاي، وفهم ايه القصة. انا تعبت من كتر الكلام بقول لكم في التحكيم، بحس ان انا بتكلم والله العظيم عن المنظومة الرياضية دي بس، يعني نفس الكلام بس بغير الشكل، بغير التصوير، بغير اللبس يعني. إيه، في حاجة مهمة جدا جدا ان القناة المغربية هتنقل، المغربية الوطنية اللي هتنقل كأس العالم للأندية، وان شاء الله يعني هم باذن الله يعني في كلام ان يعني الاهلي هياخدها، او يعني هيذاعوها مباشر يعني ماتشات النادي الاهلي. وطبعا العلاقات والاتفاقات ما بين الاهلي وما بين الجانب المغربي اللي يعني المره دي بجد بيثبتوا حسن نيتهم. جماهير النادي الرجاء المغربي يعني ما عندهاش اي ازمه مع النادي الاهلي اللي حاولوا يصدرها لهم الاعلام.
الاعلام تخيلوا يا جماعه، القناه طالعه امبارح يعني اول يعني بعد ماتش الاهلي وفاركو، يقول لك اصل هم قالوا، بس هو قالوا لهم ايه، اطلعوا قولوا ازاي الحكم يحسب ضربه جزاء للاهلي علشان يبان ان الاهلي الحكم معاه او التحكيم معاه. طب ماتش فاركو احنا حاطين جول من غير ضربه جزاء، احنا كان لينا ضربتين جزاء ما اتحسبوش. هو مين البينالتي اللي الاهلي اخده في ماتش فاركو؟ مين شافه ده؟ انتوا بتقولوا اي كلام. هو انتوا للدرجه دي مش بس بتهزوا في دماغكم كده هزازين رؤوس، انتوا كمان ما بتفكروش هتقولوا ايه؟ انتوا بتمرروهاش. طب يا سيدي ما انتش عارف، ما شفتش الماتش، ادخل شوف الاهداف، مين احرز ايه وفي الدقيقه ايه ومن ايه، يعني فاول، كورنر، ضربه جزاء، يعني شوف يعني هو انتوا للدرجه دي بتستغبوا الجمهور يعني والجمهور سامح لكم؟ هو جمهوركم، احنا مالنا؟ يعني انتوا ليه هو الاعلام ماله عمال ينزل ينزل، انتوا بقيتوا في قاع القاع، يعني في قاع القاع. يلا هو اعلام وملناش دعوه. المهم يعني ان انا بس حبيت الفيديو ده يبقى قصير بس اطمنكم جدا على ان الحمد لله الفرقه كويسه جدا، الفرقه ابتدت تتماسك تاني. الفوز كان مهم جدا يا جماعه، رفع الروح المعنويه جدا عند اللاعبين. اللعيبه زينا بقول لكم قلقانين من ضياع الدوري، وشايفين التحكيم، وشايفين المنظومه ماشيه ازاي، وشايفين الاعلام، فيا عيني عندهم قلق السنتين اللي فاتوا، بس ان شاء الله خير باذن الله. انا بس ده فيديو على السريع اطمنكم، وان شاء الله باذن الله مع اول ما اعرف اي معلومه عن اي صفقات جديده بالاسم هبلغ. يعني بعد الاهلي ما يقول، انا ما اتعودتش اتكلم حتى لو عارف عندي معلومه ما بقولش الا بعد الاهلي ما يعني. فيا رب ان شاء الله الجاي يبقى افضل، وثقوا تماما ان الاهلي مش محتاج اي صفقه اكتر من جمهوره، يعني مع الصفقات دي محتاج دعم الجمهور. احنا دورنا مهم جدا جدا جدا، احنا السند، احنا الظهر زي ما بقولها لكم على طول، والاهلي هيفضل فوق الجميع. احنا الاهلي، انتوا مين؟